محمد صلى الله عليه وسلم لولاه لهلكنا ومتنا على الكفر واستحققنا الخلود في النار. به عرفنا طريق الله وبه عرفنا مكائد الشيطان، فما من طيب إلا وأرشدنا إليه. من حقه علينا أن نحبه، لأنه يحشر المرء مع من أحب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نحبه لأنه هو الشفيع المشفع يوم القيامة، والشفاعة مكرمة من الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه السلام يخطب على جذع قبل اتخاذ المنبر، فحن إليه عندما فقده وصاح كما يصيح الصبي، فنزل إليه رسولنا الكريم فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أعتنقه لحن إلى يوم القيامة. الجماد أحبه، فماذا عنا نحن؟ دعانا إلى حبه لا لنفعه في شيء، فقد كرمه الله بأن جعله سيد أولاد آدم وأول من يدخل الجنة. بأبي أنت وأمي نحبك ونشهد الله بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، يا أفضل وأشرف وأطيب وأحب الخلق. اللهم صل على محمد. محمد رسول الله نور تلالا بعرض السماء، ساد للحق واعتلى بحق الهدى باجى بها كل ظلمة، وقرآن